السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة على حبايبنا رجالتنا الناس المحترمة، كل اللي بيشوفونا وكل مشتركين القناة. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى رب تكونوا بخير. حبايبي واصحابي اللي بحبهم وغاليين على قلبي، يوم جديد وحلقة جديدة من قناتنا الجديدة. قناتنا القديمة اتقفلت، فيها مشكلة مع اليوتيوب. بنحاول والله نتواصل معاهم وبنحاول نحل المشكلة لحد ما نحل المشكلة او ما نحلش المشكلة. دي قناتنا الأساسية اللي بنرفع عليها فيديو يوميا. النهارده يا شباب هنوريكم وهنستمتع مع بعض بالديكورة الفرخ. ركز معايا، ديكورة الحمام الفرخ بتاعتنا اللي احنا بنفرخ منها، يعني السكروتات الغاليه، القشر البلدي الغاليه، الخضر الغاليه، الحمام الغالي اللي عندنا. احنا عملنا فيه ايه بالظبط؟ احنا رجاله الديكورة دي دلعناها النهارده. يا ابو حميد بتنده بتنده يا احمد. عملنا لهم النهارده رجاله حمام شمس. هنوريكم دلوقتي عملنا لهم ايه بالظبط وايه فايده اللي احنا عملناه. ليه؟ اللي متابعني يعرف ان انا من 10 ايام او من اسبوعين كانت مجموعه النتي ديت واقف في الخمس ده كده بالمنظر ده كده. كنا خدناهم سيبناهم في اللفت او الرف اللي قدامكم ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنا سيبناهم في الرف اللي قدامكم ده، النتي مجموعه النتي كلها خدناهم سيبناهم هنا. ما شاء الله انا بجد النتي ديت فرقت 100 درجه، اتحولوا ماشي كريش وحلاوه وحركه ولياقه، وبدات تطلع وتنزل دهون زايده بقى في الجسم. الكلام ده كله ساح. ريش عايز يقع وقع. حمى حميناهم. احمد انت حميت النتي دي يا احمد لما كنت مسايبها في الخمس في اللفت هنا كام مره؟ حماهم مرتين. بصوا يا جماعه الحمام اتحول، الحمام اتغير خالص. احمد معلش امسك النتايه الخضراء دي تشوفها واكله. طب ما انا بقول لك اتاكد ان هي واكله ولا لا. بصوا يا شباب، غاوي الحمام يبص الفرد الحمام كده وهو معدي يلمحه بس يعرف هو في ايه، يبص بس كده بطرف عينه وهو معدي. انا بستغرب من واحد يقول لك انا ما شفتش فرد الحمام ده تعبان بقاله اسبوع. يا جماعه يعني انا بعيني كده كشاف كده، بعيني كده انا مريت كده على الخمس، انا شفتهم كلهم. ده بتبقى عين الغاوي، يلمح فرد بقى عينه مكسوره، يلمح فرد فيه ريشه في عينه، يلمح فرد بقه مش نظيف زي اللي احمد مسكه ده فبينضف له بقه، يشم بق فرد حمام شاكك فيه اذا كان عنده كنكر ولا لا. هو كده الواحد مش بيطلع كده هريدي في قلب السلاكه. المهم خدوا وشين وحميناهم وروقنا عليهم وظبطناهم. وطبعا هم لسه في قلش. ايه ده يا عم وليد؟ يعني انت عندك الحمام عمال يقلش كتير ليه؟ ده نتيجه صحه الحمام، او الحمام بيقلش بشكل مظبوط، انت اللي عندك الحمام مش مظبوط. تمام؟ يعني انا عندي احمد، معلش يا احمد كده والنبي هات لي النتايه الخضراء دي كده. ما انا عارف الخضراء اللي قلع بس ديت، اللي قلع رقبتها ديت، نوريها للناس بس من قريب منظر الريش بيبقى عامل ازاي. بصوا يا شباب، بص اول حاجه هي مفيش فيها ديل، مفيش فيها الا 3 ريشات واربع ريشات اهم، فيها 7 ريشات ديل. بص بقى كده، بص رقبتها مفيش فيها رقبه اهي، مفيش فيها اصلا رقبه من كتر الريش اللي خلعها. الحمام كله بالشكل ده كده. فده الحمام ده ما يتلقاش دلوقتي ولا ينفع انه يتجوز دلوقتي. الحمام ده يقف كده زي الباشا كده، يتكلف كلفه خشنه ويتروق عليه لحد ما الحمام ده يستف خالص. يستف بقى في اول 10، في نص 10، في اول 11. هو لما يستف ان شاء الله احنا هنقوم بادئين مجوزين. تمام يا شباب؟ طيب بعد ما جبنا النت من اللفت ده وحبسناهم هنا رجعناهم هنا تاني ماشي، بدأنا عندي بقى حاجة تانية. عندي ديكورة كانت هنا موجودة ماشي، ديكورة كل السلكات دي كانت مليانة ديكورة فردانيات. تمام؟ طيب الديكورة ديت يا شباب محتاجين شمس. الديكورة دي ممكن اقول لك عندهم 1.5 سنة وسنتين ما شافوش الشمس، شافوا ضاءة انما شمس مباشرة لا ما نعرفهاش، ما شفناهاش. الديكورة ديت كتافها متكتفة يرحمكم الله. الديكورة دي كتافها متكتفة من الحبسة بتاعتها في الباب. ما هو انا حابسه وانا حاطه في سجن. فالديكورة دي محتاجة مني ايه دلوقتي؟ محتاجة مني تشوف شمس، محتاجة مني تفك بطاطها تطلع وتنزل. ما عنديش افضل من المكان ده اسيب فيه الديكورة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. الحمام اللي واقف قدامكم ده الديكورة. شوف فرد الحمام واقف، اقسم بالله العظيم لسان حاله يقول لي يا احمد انت مدلعني. عمره ما شاف الشمس، عمره. فرد حمام محبوس في سلاكه غلبان، فرد حمام غلبان.
الحمام ده رجاله خد حمايه ولسه يومين 3 هياخد حمايه تانية وحمايه تالتة. نفسي ابقى اوريكم طشت الميه وهو مليان ريش من الحمام ده رجاله. انت بتروق على الحمام، انت بتدلع الحمام. طبعا الحمام ده دلوقتي نازل طالع على الرف، نازل طالع، وفي نفس الوقت انا برضو ابقى فاتح لهم البيبان، اللي عايز يقف برضو يريح شويه يريح شويه. طب وليد هو مش غلط المكان ده الذكوره كلها تقف فيه مثلا ممكن يضربوا بعض ولا الكلام ده كله؟ لا يا جماعه مش غلط. مش غلط ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله المكان واسع، فرد الحمام يقف براحته، عنبراني مسود سكروطه صافي صافي تاني ازازي، قطقاطي ما شاء الله محترم جدا، قطقاطي التاني محترم جدا. كان يا احمد كان في 3 قطاطه هنا مش 2، انا لامحهم الصبح 3 صح؟ في 3 قطقاطي فين؟ هنا اهو. بص اللي بقول لك عليه اهو، بيخش يريح في الباب اهو، يقف في اوضه النوم شويه ياخد له جرعه الشمس ويقف يريح. بصوا ما شاء الله رجاله الوشاش تمام. فالحمام ده محتاج باطه يفك، باطه يفك. طيب انا وليد هستفيد ايه من باط فرد الحمام لما يفك؟ ازاي بقى؟ فرد الحمام ده في الجواز بيحتاج كتفه جدا، بيحتاج باطه جدا، لان هو اللي بيستخدمه بيرفرف بيه عشان يتجوز بيه النتايه. هو الباور بتاعه في كتفه تمام، او زواجه في كتفه. لو انت عندك فرد مكتوف عمره ما يعمر تمام، ولا عمره يخسر. ودايما لما الواحد مثلا حد يساله يقول له انا قدامي دكر جامد جدا ومكتوف، اقول له لا ما تشتريهوش. لو نتايه مكتوفه اقول له اشتريها. لو عندي نتايه خضراء مكتوفه وبتعمر لكن الذكر لا. لكن الحمام ده عمره ما شاف شمس، ومع ذلك انا كنت عامل الموضوع ده ان انا اطلع منه زغاليل، وبعد كده غيرت رايي ان انا اطلع منه الحمام اللي هو الثلاجه دون، وحمام النش برضه الذكوره اللي هو القصوص اطلعهم برضه هنا. بصوا يا رجاله، بصوا بس اهم حاجه اللي هيعمل العمله دي تكنس الريش بالله عليك اللي في قلب المكان عشان الحمام ما يتعبش. كل يوم والله بالسنه تنظف الحته كويس اللي تحت رجله، الميه تحط له نضيف، لان خساره الذكوره، يعني خساره الذكوره انك تبهدلها. انا بيبقى صعبان عليا ان الحمام السايب الطويل قوي ده اللي ما بيعرفش يطير، يعني هو مثلا انا متهيأله عمره ما طار من تحت لفوق كده، فانه طاير من تحت لفوق وواقف انجاز. طبعا مقفلين كويس جدا 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 الشبكه ديت. ما عندكش مكان زي ده وعندك سلاكه ممكن تفتح فيها طاقه وتعمل فيها رف من جوه دوت بسلك والحمام يقف عليها. وفر للحمام الشمس. انت اقسم بالله العظيم ما عندكش مكان. انت لو شياله والله يا احمد، لو شياله وتحط فيها الذكوره بس. انا كنت بعمل كده زمان، كنت باخد كل ذكرين في شياله واحطهم ساعه الشمس. شوف المجهود. فانا ماشي ربنا يا عم كريمني المكان. دلوقتي انت اختلف معاك الامر في انك مسيب فرد حمام في اوضه، والاوضه دي داخل لها شمس، وكمان عندك رف كمان في شمس. الحمام ده احمد كان واقف ازاي دلوقتي في الشمس؟ بيعمل ازاي؟ بصوا يا رجاله تعالوا كده، تعالوا اوريكم المنظر. بص السكروته نايم ازاي، بص تعالى اكبر لك عليه يا رجاله. شوف الفرد عامل ازاي، نايم عامل ازاي، نايم مستمتع بالشمس. المنظر الجميل ده لا يمكن الحمام هيستمتع بيه وهو في بابه. ما شاء الله ربنا يبارك. دي مجموعه ذكوره هتسيب هنا 10 ايام تمام. في خلال ال10 ايام بهتم طبعا بالاملاح والاحماض. في خلال ال10 ايام بيستحموا مرتين او 3. برجع بسكن كل فرد بابه. طب اقول لك على مفاجاه بقى، اقسم بالله العظيم انت لو عندك ذكر ما بيعمرش، انت باللي انت عملته مع الذكور دهيت ممكن تحل مشكله التعمير. يعني احمر وزار جامد ما بيعمرش، سيبته على الارض عمر. شفت انا بقول لك ايه؟ وممكن باطه يبقى متكتف بالحركه دي، طالع نازل 10 ايام، خف وزنه شويه، الفرد بدا يتحرك، الفرد بدا يبقى عنده لياقه ماشي. انت كل يوم بتمشي شويه، كل يوم بتجري شويه، ولا كل يوم قاعد على السرير؟ لا طبعا اللي بيجري شويه وبيمشي شويه صحته ولياقته افضل. حطيناهم في بانهم ان شاء الله، سكناهم. نبدا بقى ايه؟ نستنى برضو عليهم لما يخلصوا فك ريش وقلش ريش. عندك مكان بالله عليك زي ده كده ما تحرم الذكوره بتاعتك ان انت تدلعها. يعني احنا دلعنا النتي وبعد كده بدانا ندلع في الذكوره. عشان خاطري بالله عليك ما تكسلش، خلي فرد الحمام كده يروح ويجي يرجع لطبيعته اللي ربنا خلقه عليها. لان احنا حبسنا الحمام في بواب كأن الحمام مسجون. يعني انا بحس ان احنا والله فعلا ظلمنا الحمام. يعني انا حاطه في عين مناسبه وكل حاجه وعين 60 في 60، بس انا بحس ان احنا ظلمنا الحمام بحبستنا ليه. فتقدر تقدر ربنا يبارك لك، تقدر تسيبه حتى ولو نص يوم، لو يوم
لو تسايب حتى دكارين النهارده وتحبسهم بكره وتسايب بعدهم دكارين يا عم، لو مكان لو طرقه زي اللي انا واقف فيها دهيت سايبهم يا باشا يتمشوا، بس يروحوا يهووا رجليهم حتى ماشي، يتمشوا يروحوا ويجوا. الحمام السايب ده متعه، الحمام السايب ده تشوف منه احلى فرخ واحلى زغاليل واحلى انتاج. وعلى عينك يا تاجر زيكو، يعني تعالوا حتى نروح نبص على زغاليل زيكو النهارده، ما بصناش عليهم. اللهم صل على النبي. مش فرق، لا الزغلول ربنا يبارك يومه وبيومين. وزيكو طبعا هناك اهوت جنب الشكاره الخضراء مش باين. تمام. ربنا يبارك فيكم. حبيت طبعا اتابعكم اول باول كده جديد في موسم القلش. ايه اللي احنا بنعمله؟ حاجات مهمه بتتعمل يا رجاله، حاجات تفيد فرد الحمام. انا لما اطلع افضل افرجك على حمام انت مش هتستفيد مني بحاجه. لما اطلع افضل اقول لك مش عارف فرد الحمام عمل ايه وعمل ايه وسوى ايه، او انت اذا كنتش اطلع اقول لك على معلومه او افيدك بحاجه، يبقى قله طلوعي احسن يا شباب. صباح الفل. دي كانت حلقه النهارده، رب الحلقه تكون عجبتكم. كان معكم الشباب في الوليد عبد الرحمن والحاج احمد عبد الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.